السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه اللي كتحمق صراحه، اللي كتعجب الوليدات وكتعجب الكبار. اليوم غنطيبوا الحمص. من بعد ما رقدتوا الليل كامل. المهم البنات، هذا هو الحمص اللي رقد. وعطريه كنحتاجو البصار، كنحتاجو الخرقوم وتحميره وسكنجبير والملحه وجوج فصوم تاع الثوم. كلشي درت فيه ملعقه صغيره. وكنحتاجو هاد الجبانيه، هذه هي باش عبرت الحمص، يعني عمرتها هاد الجبانيه كامله. وصافي رقدتو الليل كامل ودابا غادي نستعملوه. وبالنسبه للمقادير، يعني هادو هما المقادير. بالنسبه للخضره كنحتاجو مطيشه، يعني الا عندكم مطيشه كبارين غادي ديروا جوج مطيشات كبارين وبصله. ولا انا عندي مطيشه صغيره شويه، درت 3 مطيشات وبصله. صافي البنات، كتاخدوا هذاك الحمص كديروه في الكوكوط. صافي كتزيدوا عليه الزيت. من بعد كتزيدوا عليه مطيشه وبصله من بعد ما تحكوهم. ها انا دابا كنحك معكم بصله هكا. وصافي ملي كتحكوا البصله كتزيدوا المطيشه حتى هي كتحكوها وكتحكوا ديك الثومه. وصافي من بعد كديروه يتشحر. وكتخليوه حتى يتشحر مزيان، عاد كتزيدوا عليه الماء. المهم ها هنايا دابا ملي كزدت عليه مطيشه وبصله هايده. بالنسبه لبنات الثومه، هكا انا كندير ليها صراحه ما كنقشرهاش، كنغسلها وكنحكها هكا في الحكاكه، يعني باش تجيني سهله. حيت ملي كتقشروها كتجي صعيبه باش تحكوها هيدا في الحكاكه. انا كندير لها هكا، كنحكها هكا بالقشور ديالها من بعد كنحيد القشور. وهي البنات صراحه انا ما درتهاش في الكوكوط، الا درتوها في الكوكوط هي كطيب. المهم البنات، دابا ملي تشحر غنزيد عليه الماء سخون. ملي نزيد عليه الماء سخون كنخليه يطيب مزيان. صافي. وكناخذ قزبور حتى هو كنقطعو هكا صغار. كنزيدو على هاد الحمص. وصافي البنات، المهم اللي عندها العطريه ديال القزبور راه كديرها في الاول، اللي ما عندهاش راه كدير هكا القزبور هكا معاها. المهم البنات ها هو كنقدموه، الصراحه ما بقاش فيه والو، كلشي كيقول لي واش درتي فيها اللحم. يمكن الصراحه جا فيه المذاق ديال اللحم، جا بنين صراحه.